Hello everyone! Today we'll talk about the word accredited. We'll talk about what it means and why it's important to understand what this term means, especially in education and professional certifications. Right, so what does it mean? What does accredited mean? It means being officially recognized by an organization or authority. So for example, we can say this university is accredited by a national education board, ensuring that its degrees are recognized and respected. هترجم. اليوم بهذا الفيديو رح نتعلم شو معنات كلمة accredited اللي بتعني بالعربي معتمد. اوكي، ورح نعرف ليش مهم نفهم شو بتعني كلمة معتمد ضمن سياق التعليم. تمام. هلا accredited اللي هي معتمد بتعني انه الجهة اللي عم تحكي عنها بشكل قانوني معتمدة من منظمة معينة أو من سلطة معينة. تمام. فمثلا إذا بدي أقول هي جامعة معتمدة، بدي أقول معتمدة من قبل مين؟ فمثلا فيني أقول هي جامعة معتمدة من قبل مجلس تعليم وطني مثلا، وهذا الشيء بيضمن أنه شهاداتها لهي الجامعة شهادات محترمة ومعترف فيها. أوكي، فلما بنقول أنه شهادة معينة أو كورس معين معتمد accredited by، ومنقول الجهة اللي accredited by من خلالها، يعني هذا بيعني مو إنه هي مجرد شهادة تطبع وبتعني إنه هاي الشهادة معترف عليها من الجهة الفلانية، لا، هي بتعني إنه حتى محتوى الكورس والأشياء اللي بقلبه والفائدة اللي بتاخدها منه هي الجهة مطلعة عليها وبتعرفها، فبالتالي هذا الشيء بيضمن حقوقك إنه هالشهادة اللي عم تاخدها حيكون في إلها معنى وقيمة خارج المؤسسة اللي أنت عم تدرس فيها، وحيكون معترف عليها من جهات أخرى. An accredited school or program has been evaluated and meets specific standards of quality set by an accrediting body. هذا بيعني إنه إذا حكينا عن برنامج تدريبي معين أو مدرسة معينة إن هي معتمدة، فهي فعلياً تم تقييمها وبتحقق معايير جودة معينة تم وضعها من قبل الجهة يلي عم تعطي الاعتماد. This process helps ensure that the education provided is respected by employers in other institutions. يعني هي العملية بتضمن إنه التعليم اللي عم يتم تزويده محترم، يعني معترف فيه من قبل موظفين آخرين وكمان مؤسسات تعليمية أخرى. Now, in professional settings such as language teaching, for example, accreditation means that a specific course or, for example, certification program has been approved by a recognized organization. يعني ضمن المجالات المهنية مثلا مجال تعليم اللغات، الاعتمادية أو accreditation بتعني أنه هذا الكورس أو هذا البرنامج التدريبي معترف فيه، تم القبول عليه، الموافقة عليه من قبل جهة معروفة. And this assures students that they're receiving high quality education that will be acknowledged in their careers. يعني هاد بيطمن الطلاب إنه هن عم يتلقوا علم بجودة عالية رح يتم الاعتراف فيه ضمن مسيرتهم المهنية. However, it's important to be cautious. You've got to be cautious, guys. Why? Because unfortunately, some entities might claim to be accredited without proper authorization, or they might display some logos and stamps that suggest affiliation they do not actually have. And actually, this can be misleading or problematic for those seeking genuine qualifications, right? رح ترجم. ولكن لازم تكونوا كتير حذرين. ليش؟ لأنه في بعض الجهات بتدعي أنه هي معتمدة، تمام؟ بس هي بالحقيقة ما بيكون عندها فعليا هالتفويض أو هذا الترخيص، أو حتى ممكن يعرضوا على الشهادات تبعهم لوجوز، شعارات أو الختم تبع جهات معينة من شان يورجوكم إنه هنن منتسبين أو منتميين لجهات معينة، بس هنن بالحقيقة ما عندهم هي الانتماءات أو الانتساب لهالجهة اللي عم يدعوا إنه عاطيتهم الاعتماد. وطبعا هذا الشيء بيكون مضلل وبسبب مشاكل، يعني مو شيء عادي للأشخاص اللي عن جد عم يبحثوا على شهادات إنه عن جد حقيقية ومعترف فيها.
To protect yourself, always verify the accreditation of any course or institution. You can do this by directly checking with the accrediting body via emails. You can just drop them an email and wait for their response, or you can check their official website and should be able to know the truth. Okay. يعني لا تحفوا أنفسكم، دائما تحققوا من صحة الاعتمادية لأي كورس أو مؤسسة بتدعي إنه هي معتمدة، وهذا الشيء فيكم تعملوه من خلالكم مباشرة تتواصلوا مع الجهة اللي عم تمنح الاعتمادية. فيكم تبعتوا لهم إيميل أو حتى تشوفوا موقعهم الرسمي ورح تعرفوا الحقيقة فورا. Thanks for watching and stay informed. شكرا للمشاهدة، ودائما كونوا على اطلاع، ما تخلوا حدا يضحك عليكم. سلام.